الاهلي بيفوز على نادي زد بنتيجه 2-1، والنتيجه دي كانت تقدر تبقى 5 و6 لولا الفينش بتاعك في الوقت الاخير للشوط الثاني اللي اللعيبه ضيعت فيه فرص كتيره جدا. فانا بالنسبه لي النادي الاهلي النهارده قدر يعمل ماتش كويس جدا قدام زد. عملنا هجوم كويس جدا، قدرنا ان احنا ناخد الثلاث نقط من المباراه باقل مجهود، وفي نفس الوقت عملنا مباراه كويسه جدا قدام نادي زد. عملنا فرص كتيره جدا كنا نقدر نسجل منها 4 و5 اهداف على الاقل، بس الفينش الاخير بس، او مش هسميها الفينش، الطمع بتاع لعيبه النادي الاهلي، زي بن جديده ضيع كورتين، وعمر الساعي نزل وجات له كوره كان ممكن يلعبها بالعرض برضو شاطها، ودي كانت برضو سوء في اللمسه الاخيره. فبالنسبه لي طمع لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره من الشوط الثاني هو ده سبب ضياع اهداف كتيره جدا النهارده على لعيبه النادي الاهلي. طيب هل انت شايف ان الفرقه بدات تنسجم ولا لا؟ انا شايف الفرقه بدات تنسجم مع بعض، وصدقني الفرقه دي اديها بس كام ماتش وهتشوف منهم اداء اعلى من اللي انت شفته النهارده. يعني انت النهارده شفت مباراه كويسه جدا من اللعيبه كلها، لا ده كمان ماتشين ثلاثه اللعيبه دي هتخش في حاله انسجام اعلى وهتديك اداء عالمي. خدها مني بقى، انا قلت لك اللي انت الماتش اللي فات اللي انت قدام انبي الشرقيه اللعيبه محتاجه تتجانس، وانت شفت بس اول ماتش لعبوه مع بعض عملوا ايه. فانا بقول لك اللعيبه دي ما تتجانس شويه مع بعض هيدوك اداء عالمي.